السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امورات؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى نعمل عندنا ايه؟ كبدة الاسكندراني. حطينا عليها الثوم بتاعنا وعصرنا عليها ليمون، وهنحط ملح وفلفل وكمون. وهنقلبها ببعضها كده، وكزبرة كمان. تمام. آه هي طريقتها بسيطة جدا، سبحان الله، رغم بساطة طريقتها إلا إنها ريحتها وطعمها فظاع، بيجيبوا آخر الدنيا. ما شاء الله عليها، يعني جميلة بصراحة. أنا بحبها قوي قوي، وسهلة وسريعة جدا جدا. عقبال ما نسيبها تتبل بقى شوية كده، هنعمل ايه؟ سلطة الطحينة. سلطة الطحينة عندنا شوية طحينة، الكمية اللي احنا عايزينها، هنحط عليها خل ومية دافية و... وفي الآخر طبعا هنحط لها الملح وكمون وأنا بحط لها شوية فلفل أسود وشوية شطة صغيرين. لو مش عايزين شطة مفيش مشكلة، عادي يعني. بنفضل نزود بقى شوية بشوية صغيرين كده مية، لحد ايه لما القوام بتاعها يظبط ايه معانا بالسمك اللي احنا عايزينه. تمام. بصوا بتفتح كده، كل ما بتفتح ايه معانا كده، بصوا اهي، وبتخف معانا، بتدي بقى ايه السمك اللي احنا عايزينه والقوام اللي احنا عايزينه. بعد كده نرجع بقى ايه، نتبلها. وهنسيبها بقى، ونرجع بعد كده ايه، ونرجع بقى للكبدة بتاعتنا. هحط طبعا طاسة على النار، بتسخن كويس جدا، فيها الزيت بتاعنا. دي فلافي، معلش، هي مريم اصرت ان هي لازم تصورها. يعني هنا عندنا فلفل اخضر وفلفل حراق، لو مش عايزين فلفل حراق مفيش مشكله، يبقى فلفل اخضر بس. بس بصراحه الفلفل الحراق بيديها تيست حلو قوي قوي قوي، حتى لو حاجه بسيطه. مش لازم يبقى مخليها حراقه قوي، يعني حاجه بسيطه خالص كده بتطعمها اكتر يعني. زي ما انتم شايفين هنا عندنا الطاسه لازم تبقى سخنه جدا، ونحط الكبده وما نقلبهاش. لازم نسيبها كده الاول، ايه، تاخد شويه الصدمه بتاعتها كده، علشان ما تنزلش ميه. تمام. هي طبعا الكبده مش بتاخد وقت طويل على البوتاجاز، يعني اساسا هي لازم تتشال بسرعه من على البوتاجاز علشان ما تشدش مننا وترجع تجمد كده تاني. حطينا عليها الفلفل بقى، وهنتبلها، نظبط الملح بتاعنا لو هي ناقصه سنه ملح، ان احنا حاطين عليها ملح في التتبيله طبعا. لو عايزين نزود التوابل بتاعتنا شوية، انا حطيت شوية فلفل اسود كمان وكمون. تمام. وهنقلبها كويس، يا دوبك بس اهي تشرب شوية الماء الصغيرين دول، وخلاص على كده، ونطفي عليها. ونحطها بقى في الفين واللولات، بتبقى تحفة. ريحتها مش عايزة اقول لكم، كانت جايبة اخر الدنيا. ريحتها رهيبة جدا، رغم ان هي ما فيهاش حاجة خالص. يعني يا دوبك هي الكبدة والفلفل الاخضر، وخلاص على كده. او حطيتها بقى في السندوتشات، وعليها سلطة الطحينة، وجنبها شوية مخلل كده، مش عايزة اقول لكم بقى، تحفة.